وكتشوف الاب ديالها عريان، ومن مور الاب ديالها ديك البنت اللي شافتها، ديك البنت اللي قلت لكم التوأم ديالها، بنت زوينه لدرجه غيطمع فيها الجن وحتى الوالد ديالها. فكل ما عليك تبع معايا هاد القصه. وبطلة القصه ديالنا سميتها منى. منى 25 سنه وعايشه غير مع الاب ديالها والام ديالها. منى خدامه ممرضه يعني فرمليه، وهي اللي هزه عائلتها، هي اللي كتخدم عليهم. الاب ديالها واحد الرجل اللي سكير والخمره والكاس ما كيفرقوش يديه، يعني الشراب ديما حاضر في اليوم ديالو، انسان فاسد. والام ديالها مغلوب على الامر ديالها، كتشوف ديك الشيء وساكته ما كتقدرش تدوي. منى هزه هاد العائله بوحديتها، هي اللي هزه الماء وهزه الضوء وهزه الاكل وحتى الخمر اللي كيسكر به الوالد ديالها. فهادشي بزاف عليها، فقررت بانها تبقى تخدم الصباح وتزيد حتى الليل. كما كنعرفوا الفرمليين اما كيكونوا شادين الصباح اما كيكونوا شادين الليل. فمنى قررت تبقى تشد الصباح وليل، وقليل بعد شي ايام فين كتجي ترتاح في دارهم. فالاب ديالها كما عاودت لكم عليه واحد الاب اللي فاسد وقرعه والكاس ما كتفارقش يدو، عول غير على منى هي تخدم عليه. كما قلت لكم منى عطاها ربي حقها مزيان وبزاف. فمنى واحد اليوم من الايام ديال الله قررت تمشي لدارها وترتاح، عيات من الخدمه ديال الصباح وليل. فرجعت لدارها وطلعت لبيتها ونعسات. انسان جاي عيان من الخدمه وكتعرفوا كيفاش كيكون الحاله ديالو، نعست نيشان. فماذا بها وهي ناعسه كتحس بواحد الثقل على الجسد ديالها وشي نفس ريحتها كريهه كتنفس في الوجه ديالها. فكتفيق كتلقاه الاب ديالها وكيحاول يغتصبها، فقاومته بشده. والاب ديالها كان بواحد الحاله ديال السكر ماشي طبيعيه، حاله فاقد فيها الوعي. فبقات كتدفعو وكتحاول تبعدو عليها ولكن بلا جدوى. فعيطت للام ديالها، بقات كتغوت وكتحاول تسمع الصوت ديالها للام ديالها. فالام ديالها سمعت الصوت ديالها وطلعت الام كتسبق البيت ديال منى. فلقات راجلها كيضرب منى، كيضربها بسبب انه شافها مع شي ولد. فالام تيقاتو ونزلات عليها حتى هي بالضرب، بقاو كيضربوها بجوج بهم واحد الضرب اللي خايب. ومنى قررت تعاود لامها في ديك الصداع، قررت تعاود لامها شنو كاين. عاودت لها قالت لها شنو طلع الوالد ديالي يدير وشنو، وعاودت لها شنو كان الاب ديالها كيحاول يدير. فالام كي قلت لكم الامر ديالها مغلوب عليها ما كتقدرش على ديك الراجل، فبقات غير كتسكت البنت فمها كتقول لها سكتي سكتي دابا يسمعونا الناس. والاب ديالها مازال كيضرب فيها. فمنى قررت بانها تهرب، فضربتهم ودخلت للطواليت وسدات عليها. ولكن الوالد ديالها فرقع ديك الباب وبدا كيضربها قلب الطواليت لدرجه انها تهرست من يديها. والاب ديالها ديك اللحظه اللي كان كيضربها منى شافت واحد الشبيهه ديالها، واحد الخيال تقول التوأم ديالها مور الاب ديالها، وكتشوف فيه واحد الشوفه خايبه. فمنى ديك الساعه فقدات الوعي، وبعد لحظات كتفيق في المستشفى، احسن بلاصه هي كترتاح فيها. ولكن هذه المره ماشي كممرضه وكتداوي الجروح ديال الناس وكتداوي الالم ديال الناس، هذه المره هي اللي عندها الالم. وكتفيق وكتجي عندها صاحبتها الممرضه، واحد الممرضه صاحبتها، حيت هي منى داوها للمستشفى نفسه اللي كتخدم فيه. جات عندها واحد صاحبتها فرمليه بحالها بقات يعني كتهدم فيها وكتقول لها دابا ديري لاباس دابا ديري لاباس. منى نسات شنو وقع، قالت لها انا ما عارفاش راسي علاش هنا. قالت لها راه جابوك داركم قالوا لي راكي ضربتيك صيد. فمنى ملي قالت لها صاحبتها راه داركم هما اللي جابوكي بعد ما ضربتيك صيده، تفكرت كل شيء وعرفات شنو اللي وقع ليها، والاب اللي كان خصو يكون السند ديالها شنو دار فيها، والام اللي كيخصها تكون كتحمي البنت ديالها شنو دارت فيها، سكتت وغطت الامور. فمنى ما بقاتش حامله الحياه وبقات كتغوت وكتقول صاحبتي انا بغيت ننتحر، ما بقى ليش سبب نعيش، ما بقاش عندي الوجه باش نعيش ايام واحده اخرى بعد هادشي اللي وقع لي. وصاحبتها كتهدم فيها والو، حتى جا واحد الدكتور وضربها بواحد المخدر، ونعسات وحست بواحد الحاله ديال النشوه ونعسات. وديك الناس اللي غادي تنعس شنو غادي تحلم؟ غتحلم بان راسها في الطواليت وكتشوف الاب ديالها عريان، ومن مور الاب ديالها ديك البنت اللي شافتها، ديك البنت اللي قلت لكم التوأم ديالها، شافتها كتشوف فيه. وفجأة الاب ديالها طاح الارض، طاح بحال حنا نقولوا كريز، طاح ما بقى لا كيتحرك ولا كيتنفس. فاش فاقت هضرت مع
صاحبتها قالت لها قولي لي شنو واقع، قولي لي شنو واقع. قالت لها صاحبتها راه الاب ديالك مات وما بغيتش نقول لك هاد الهضره، وانت يلاه كنتي نطين ديك الحاله ما بغيتش نزيد عليك. يعني ديك الحلم اللي وراتها ديك الشبح اللي وراه هو شبح ومتسيف الصفه ديال البنت راه حقيقي، هكا كان حقيقي وقع ليها. فبقات منى على ديك الطبع، كل نهار كتغوت وكيهتنوها غير بالمخدر، حتى ولات مدمنه على ديك المخدر، ما تقدرش تفارق ديك المخدر، اولا فرقاتو كتبقى تجي هذيك الهلوسه وكيبقى يجي هذيك الشبح كتشوفو فاس افاس. فدازت ايام ومنى مازال كتعاطى ديك المخدر، والاطباء ما صرحولهاش باش تخرج من المستشفى. علاش؟ حيت كتشكل خطر على نفسها وخطر على الناس اللي غادي يكونوا معاها، حيت كتهدن غير بديك المخدر، يعني ولات مدمنه. فدازت ايام وواحد الليله وهي تحلم نفس الحلمه اللي حلمتها على الاب ديالها، ولكن هذه المره على صاحبتها الممرضه. وهذه المره ما كانش شبيهه ديالها بنت، كان دري يعني راجل كيشوف فيها واحد الشوفه حاقده صاحبتها. وديك صاحبتها كطيح الارض، ما كتنفس ما كتحرك. فكتفيق من ديك الحلمه وهي مفزوعه ومخلوعه، فشدات التليفون وعيطت لصاحبتها. ولكن اللي جاوبها هو الاب ديال صاحبتها وقالها بنتي راه صاحبتك ماتت هذا النهار، وها كيفاش وها كيفاش كما حلمتها ماتت. فمنى كانت غادي تحماق وشافت هادشي كامل اللي وقع ليها اللي ماشي طبيعي، وبقات كل نهار كتشوف احلام وكوابيس ماشي طبيعيه. وكاين بعض المرات اللي كانت كتكون ضاربه ديك المخدر وكانت كتشوف ديك الشبح في وجهها في وجهه. وواحد النهار سولاتو قالت له علاش قتلتي الصاحبه ديالي صديقه العمر ديالي؟ فقال هذيك الشبح صاحبتك كانت حاسداك، وصاحبتك كان صاحبها كان كيبغيك انتي وكان باغيك انتي، وديك صاحبتك بالعاني كانت كتعطيك هذيك المخدر، وهي اللي كانت كتشفرك من المستشفى وكانت كتعطيه لك بالتخبيه، هي اللي وصلتك لهاد الحاله ديال الادمان. وانا اي واحد حاول ولو غير برمشة عيني اديك فغادي نقتلو. منى تخلطات عليها الامور وما بقاتش حامله هادشي يزيد اكثر او تفقد شي شخص عاوتاني واحد اخر بسببها هي. فلقات حل واحد واللي هو الانتحار، تموت بشي طريقه. فعيطت للدكتور ديالها اللي حتى هو كيعرفها في المستشفى، عيطت له وعاودت له اي حاجه كانت وقعت من الاول حتى للتالي. فالدكتور بقات فيه وشافها في ديك الحاله وقال بانها كتعاود على الاشباح. فقال صافي يمكن هاد السيده راه وصلت لواحد الموصل اللي فقدت فيه العقل ديالها. قال لها باش يمكن لي نساعدك؟ قالت له الله يعطيك الصحه اعطيني المخدر واعطيني نضربوه لراسي هاد المره، واش نسيتيني انا راني ممرضه؟ قالها لا. فجاب ليها المخدر وبغى يعمرو ليها، وقالت له انا ما باغاش نضربو دابا، غير خليه لي واحد نص ساعه عاد نضربو، ولكن ما تخافش راه غادي ناخذ غير لا دوز اللي غادي تخليني نتنشوى وما نبقى ناسي هادشي. فخلى لها المخدر ومشى بحالو الدكتور. ولكن منى دارت اوفر دوز، يعني عمرت اكثر من لا دوز اللي كتضرب بشي 4 المرات. اين فوا لا دوز دازت لها في الدم ديالها قلبها سكت وماتت. ولكن الحاجه اللي وقعت ثاني وغير طبيعيه هو ديك الشبح بقى لاصق في ديك الدكتور، لانه اخر واحد سمع بهذه القصه بقى لاصق فيه، والدكتور وصل حتى هو لحاله الانهيار ولا حتى هو مجنون. ولكن اللي بغيت نقول لكم هو انني هذه القصه هذه ما متاكدش من المصداقيه ديالها، ولكن بغيت نشاركها معكم حيت بزاف ديال الحاجات اللي فيها كنعيشوهم حتى حنا. تقدر تكون في داركم وكتحس بواحد النفس موراك، واحد السخونيه، او بالليل كتسمع الخطاوي في الدار، يعني هادشي كامل كيكون بيناتنا كاملين، يعني يقدر يصرى لك انت وتصرى لك انت. فكانت هذه هي قصتنا، ونبغيك انت ولا انت تشارك معايا في القناه، وكنكون فرحان بزاف 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 ملي كتكونوا نتوما هما الاولى اللي كتشاهدوا هاد الفيديوهات اللي كنلوح. فبسلامه عليكم في رعايه الله.